السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم الرفيس التونسي. هذا الرفيس هذه معروف به. بعض المناطق مثلا كيما حنايا نسموه الكعبوش، ماشي رفيس تونسي، ومناطق يسموه رفيس تونسي. واش راح نحتاجو فيه؟ حنا بكري امهات تاعنا كانوا يديروا عينهم ميزانهم، لكن اليوم راح نعطيهم لكم بالضبط واش راح نحتاج. راح نحتاج 500 غرام تاع السميد المتوسط تاع الطمينه. ها هو يجي متوسط خاص بالطمينه 500 غرام. راح نحتاجو 500 غرام تاع التمر المعجون، هذا هو يعني كيما ديري السميد ديري التمر، يعني 500 غرام 500 غرام. وندير لهم 200 غرام تاع المارغرين ولا الزبده ولا الحب اللي حبيتيها، يعني الذوق اللي تحبيه ديريه، الزبده ولا لا مارغرين. اول حاجه نبدا بها هو اني نحمص السميد تاعي. نحمص السميد تاعي، من الاحسن دائما المقله اللي نستعملوها تكون شويه ثقيله. ندير السميد تاعي ونبقى نقلب فيه، ما تحبسوش تحرق باش ما يتحرقناش وما يجيش اللون تاعو ماشي شباب. نبقى نحرك حتى تحمص السميد تاعي، حتى يتحمص مليح. نبقى نحرك. اذا هنا او تحمص السميد تاعي، يعني كي تكون حاجه ثقيله والنار قليله كي تسخن حتحمصوا لك في غردك، يعني مش راح يعني تقلقي ويتحمص مليح، يعني ما يتحرقش. هنا رايحه نطفي عليه ونكملوا. هنايا الزبده والتمر درتهم في قصعه ونفرغ عليهم. هذاك السميد لازم يكون سخون، ما تخلوش حتى يبرد، لازم السميد سخون ونفرغوه على الزبده وعلى التمر تاعنا. ونبدا في الاول نخدم بالملعقه لانه سخون، ما تقدريش ديري يدك فيه. نخدمو مليح، من بعد باش نديرو يدنا فيه نبدا غير بالعقل نفتح فيه هذاك التمر، وهذاك التمر مع السخانه يبدا يتفتح ويذوب لنا ويتخلط لنا مع السميد تاعنا. نبقى نخلط غير بالعقل، ما تقلقيش حتى يدخل وهذيك الزبده تذوب بالعقل. بالك تحرقوا رواحكم فقط. يعني هذا الرفيس يعني نديروه من زمان، يعني كانوا جداتنا امهاتنا يعملوا يعني كميات كبيره، يعني يديروا بزاف، ما يديروش حاجه قليله ويحطوه يبعثوا للجيران يخبوا لولادهم الكبار. هذا حق فلان وهذا حق فلان، يعني ما نباليش اسكو مازالت كاينه هاد العوايد ولا نقارضوا في بلادنا. اذا نبقى نخلط. هنا كي تنقص السخانه تاعو نبدا نحرحر فيه بيدينا. شوفوا هذاك التمر يذوب يعني مع السميد. هنا يعني ولادنا راح ياكلوه بلا ما يحسوا انه فيه تمر، ويجي بنين يعني مغذي بزاف لولادنا لانه فيه السميد فيه التمر فيه الزبده، يعني كلها مواد مغذيه. شوفوا كيفاش ولانا نذوبوا مليح هذاك التمر هذاك، يعني مازالوا في يدي سخون يعني دافي، ما تحرقوش رواحكم فقط. شوفوا حتى يدي يحمروا يعني من انه سخون. يعني كي تنقصوا السخانه ديروا في يديكم. حقيقه الناس دوكا يشكلوه في ليمول تاع المعمول، يديروه بكري كانوا يديروه تاني يخبزوه في البلاستيك ويقسموه مربعات ولا معينات مقروطات. انا ما نكذبش عليكم نحبوا تقليدي اللي هو نديرو كويرات عادي. هنا راهو تحرحر مليح، نبدا نحكم بشويه. دوك نتيا الكره كيفاش راكي حبتها كبيره ولا صغيره، ونكورو طبيعه الحال. ينتكل بارد هذا الكعبوش هذا ولا الرفيس التونسي. ها هو انا نحب نديرهم هكذا كرات، يعني هكا معتبرين ماشي كبار بزاف. نزيد حبه يعني رطل راح يدير لكم كميه ما شاء الله. تخيلوا امهاتنا كانوا يديروا ب2 كيلو تاع السميد، يعني يديروا جفنه كبيره. اذا انا راح نشكل كامل الكعبوش تاعي حتى نكمل. كاين يزيدوا له المكسرات، لكن الوصفه الاصليه هذه هي، ما حبيتش نغير فيها. عطيتها لكم بمقادير مضبوطه هكذا باش تطبقوها. كاين اللي يزيدوا لها الحسل، انا مانيش معاهم لانه اصلا التمر حلو، نزيدوا له الحسل وعلاش. اذا نكمل ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو الرفيس التونسي تاعنا واجد امامكم. يعني هادو من عاداتنا من التقاليد تاعنا اللي نديروهم في المولد النبوي الشريف.
نديروها ونفرحوا بها وليداتنا والاهل تاعنا، ونصدقوا منها لجيراننا يعني لحبابنا. اذا ها هي امامكم وجده. راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا، يعني هذا يقدم بارد يعني ما يقدموش سخون. نقسم لكم حبه كيفاش يجي. ها هو يعني مش راح يجي يابس، ها هو يجي طري ويجي بنين. نتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.